اهلا بيكم. فيديو النهارده فيه حاجات كتير عشان تتكون ونبقى قادرين نشوفها وتبهرنا بجمالها، مرت بضغط وحراره وتفاعلات لملايين السنين واحيانا مليارات. يلا بينا. المكان اسمه كريستال سبيريت. لا عادي، دي بس عربيه كانت راكنه كده قدام المحل. يلا بينا تاني. طيب في البدايه كده، ايه هو الكريستال والحجر الكريم والبلوره؟ وبعد بحث سريع وارد جدا يكون مش دقيق، انا مش الدحيح يعني. بعيدا عن الاسم التجاري، كريستال هي كلمة أجنبية معربة، والكلمة العربية منها هي بلورة. وعلميا الكريستال أو البلورة فهي الذرات اللي اتجمعت بشكل منتظم ومتكرر عشان تكون مادة صلبة. الحجر الكريم هو منتج نهائي بيستخدم في المجوهرات والديكور. بمعنى تاني، الحجر الكريم هو البلورة اللي اتكونت وتحت شروط معينة بقت قابلة إنها تتحول لحجر كريم. يعني مش كل بلورة ممكن تبقى حجر كريم، زي بلورة ملح الطعام أو بلورة التلج. وعشان تبقى البلورة حجر كريم لازم تبقى نادرة وجذابة قابلة للتشكيل، زي الماس والزمرد والياقوت. شاركوا معانا اسماء بلورات تانية وايه اكتر الاحجار الكريمه اللي بتحبوها، وهوريكم في اخر الفيديو اكتر حجر كريم عجبني واشتريته. البلورات اللي بيتعمل منها الاحجار الكريمه منتشره في بلاد كتيره في العالم، من اشهرها البرازيل، كولومبيا، جنوب افريقيا. وعلى مستوى البلاد العربيه، مصر والسعوديه واليمن وعمان والمغرب والسودان. لو بتشوفوا الفيديو ده من اي بلد من دول او بلاد تانية، شاركوا معانا ايه اكتر البلورات الطبيعيه المشهوره في بلادكم. ودلوقتي اسيبكم مع لقطات لاحجار مبهره، والحاجه الوحيده اللي ممكن اقولها هي سبحان الله. واخر حاجه، عايز رايكم في الحجر اليتيم اللي جبته. وشاركوا معايا، انتوا من النوع اللي ممكن يشتري ويجمع الاحجار الكريمه، ولا يا دوب تروحوا مكان زي اللي كنا فيه وتتفرجوا عليهم وممكن تشتروا حاجه بسيطه زي حالاتي. اشوفكم تاني في فيديو قريب. stay safe، مع السلامه.